أغرب شيء بالحياة إنه لما يكون اثنين بيحبوا بعضهم يحكوا عن فارق العمر، إذا كانت المرأة أكبر أو كان الرجال أكبر، الحب ما له عمر. عن الرومانسية الموجودة بأغنيات إليسا وكليباتها وصوتها سألناها هل هي كمان موجودة بشخصية إليسا؟ موجودة، لأنه ما فيك أنت تفتعلي شيء مش موجود عندك، موجودة 100%. وعن عاداتها بشهر رمضان قالت إليسا بحب انعزم كثير على افطارات وبصوم كل نهار، ما بقدر مش الا بصوم لا اكل ولا شيء، بشرب مي، باكل مثلا تفاحه وبعيد لما يجي، لانه اطيب اكل بيكون محطوط على طاوله افطار رمضان. بحبوا هالعيد، بتعرفي نحن كمان لانه نحن بلبنان انه كذا ديانه كذا طائفه، سو متعودين على هالطريقه بالعيشه، وهذا الشيء اللي بيميزنا، واصحابنا من كل المذاهب ومن كل الطوائف ومن كل الديانات. هن بيعملوا سبان عندهم على نوال، ونحن بنروح بناكل اكلاتهم برمضان، ان شاء الله بينعاد على العالم كلها يا رب.